الطفل او التلميذ هو اللي بيقول لمدرسه بتاع الخصوصي ايوه كرمش كده الفلوس في ايده وقال له هيص حاجات كده يا عم هيص. ما طبعا ما دام المدرس جه البيت وكل واتكسر الحاجز، شرب شاي وكيك. عارف حضرتك في الدراما حكايه كسر الايهام، احنا المدرس بالنسبه لنا كان في حائط رابع كده بيننا وبينه، شايفينه في منصه برضو عاليه يعني، وكنت لو استاذي قابلته في السكه يعني ابقى متحرجه، فما بال بقى لما يجي بيتنا واكله واسقيه واديله فلوس. لا طبعا هو مش بس مدرسه هيبته بتتكسر، لا هيبته ده بقى موظف عندي. على فكره ده اساتذه الجامعه نفسهم هيبتهم اتكسرت، يعني من اول ما ابتدوا عمليه تجاره في الملازم وفي الحاجات العجيبه دي برضه هيبتهم اتلمذه. هو ده كله يرجع لفكره الانفتاح اللي هو ساعتها حتى كان اسمه ايه المثل؟ الجنيه غلب الكارنيه باين. لا ده في الاقوال المستحدثه دي هتلاقي حاجات والدكتوره زي السمسره زي الكركره لا دي ما سمعتهاش انا اخري وقفت عند الجنيه غلب الكارنيه، اللي هي فكره ان قيمه العلم وقيمه البحث وقيمه الاحترام تراجعت في مقابل قيمه الجنيه. اللي معاه والمثل بتاع اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش ما يسويش. فواضح ان كله بسبب انفتاح الله يسامحه السادات. لا الله يسامحه خالص يعني. لا خالص لا ده كل اللي احنا فيه ده سببه بدايته السادات يعني. حتى مبارك بلوى لوحده، لكن لا طبعا السادات بلانا بمبارك، ومبارك يعني لا بعيدا عن الاشخاص انا بتكلم لا مش على حمايه الاخلاق، لانه كمان هو اللي بداه السادات. مبارك كملوا على أسوأ يعني. انسحاب الدولة خالص من الدور من المسألة التعليمية والفوارق دي. أنا في حاجات على فكرة في الشخصية حتى يعني بقيت أستغرب لها. الجامعة البريطانية هنا في مصر حفل التخرج لقيت طالب طابور الطلاب شايل علم بريطانيا وبيجري وفرحان كده. أنا يعني صدمني علم بريطاني. فانت المؤسسه التعليميه مش كده، تحيه العلم، الانتماء. احنا كنا بنروح في الستينات وما ادراك ما الستينات بقى، كنا بنروح اجباري رحله يعني للاقصر واسوان. انا في تصوري انه وبملالين 3-4 ايام ببلاش. انا في تصوري ان اللي ما شافش الاقصر واسوان، اللي ما شافش الاقصر وعظمه الحضاره الفرعونيه ما يبقاش عنده انتماء قوي. تحيه العلم كان شكلها ايه؟ انا قصاد بيتي مدرسه لحد فتره قبل ثوره يناير كانوا بيطلعوا الطابور على نسم علينا الهوى. نعم والله ده بقى بسمعه كل يوم. كنت وانا مصري ودمي مصري، والاغاني اللي بيقولوها الصبح انا مصري وخف الدم مصري. لحد دلوقتي الطابور بيطلع نسم علينا الهوى الفيروز. والله كده دلوقتي بقى يا حبيبتي يا مصر، وبقى فعلا بلادي بلادي وحاجات كده بعد الثوره. لكن قبل الثوره كنت بقعد الصبح لا ولا مع كامل احترامي ولا حاجه اسمها يا حبيبتي يا مصر. هو المفروض السلام الجمهوري وتحيه العلم. تحيه العلم دي كانت. لكن طلوع الطابور ولا تسلم الايادي ولا اي حاجه. هو في النهايه في انتماء عن طريق الرمز والنشيد. كانوا حريصين لما كانت الدولة بتقوم بدورها في تثقيف المواطن المصري، لما كان كتاب روايات عالمية والكتاب الذهبي ب3 قروش و5 قروش والاسطوانة بربع جنيه، كانت الدولة عايزانا نبقى بنفهم وحريصة على اننا ايوه هي كده. الدولة كانت حريصة على اننا نكون بنفهم، لكن الأنظمة المتوالية كانت حريصة على اننا ما نفهمش واننا نتلخم في حاجات ولقمة العيش والتافه من الامور وكده. صحيح. طيب قبل وقت ما يخلص، بذكر ان احنا اتكلمنا عن السادات ومبارك، انت عامله كتاب اسمه الرئيس الذي نريد، الرئيس الذي نستحق. هو في مقولة دايما بتقول لو انا فاكرها صح كده، لكل شعب الحاكم الذي يستحقه. مين اللي يستحق مين؟ الشعب يستحق الحاكم اللي هو الشعب ده يستاهل حاكمه ده. الحاكم ده يعني لو الحاكم ده وحش مستبد وبتاع انتوا ما تستحقوش الا كده مثلا. ده بقى يعني لاقي صدى في كتابك ولا العكس؟ لا انا هو اصل كتابي ده مش الاول الحقيقه. انا كان عندي في سنه 2005 كتاب اسمه صورة الرئيس. كويس. كنت محتاره لماذا نؤله حكامنا؟ اشمعنى احنا في الشرق او في العالم العربي والاسلامي اللي بنؤله الحاكم قوي بالشكل ده؟ مزبوط. فعملت كتاب عن عمليه صناعه الرئيس اعلاميا، يعني انا استاذه اعلام. اعلاميا عمليه صناعه الرئيس في الغرب
وفي الشرق. كويس. وفي الشرق جبتها من اولها بقى، يعني من الفراعنه والبابليين والاشوريين والكلام ده كله والفرس وارتباط الطغيان بالشرق وكده. وتصورت الحقيقه ان انا قلت كلمتي خلاص ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. فلما سقط مبارك بديت كانت كل الناس يعني بتسال وماذا بعد، يعني او مين هيجي، او 31 سنه حكمنا، طب مين هيجي بعدي؟ فانا كنت شايفه اللخبطه اللي حاصله وحاسه انه ايه، اخشى ما اخشاه ان احنا ناخد الذي نستحق، لان احنا كنا فعلا قبل الثوره الوعي السياسي مش موجود وقدر من السلبيه وكده يعني جدا. فكنت حاسه ان احنا، والحقيقه لما خدنا مرسي انا كنت ابتديت يا دوب الكتاب كتبت فيه 50 60 صفحه كده، نفسي سدت خالص لان خدنا الذي نستحقه وقتها. بس تصوري بقى في الكتاب ده، انا تصورت بعد الثوره انه بالضروره الشعب اكتسب وعي، كسر حاجز الخوف، تصور قدر يعني وثق في نفسه لدرجه ان انا اسقطت واحد بحجم مبارك وامتداده. فانه خلاص فكره بقى الرئيس الاب والرئيس البطل والرئيس الزعيم والملهم والكلام ده احنا مش عايزينه، وان احنا بنعيب على المرحله الناصريه انها ما كانش فيها ديمقراطيه وان احنا ماشيين في سكه الديمقراطيه. فتصورت انه خلاص سقطت الفكره دي. تصورتي؟ حطيت فرضيه في اول الكتاب بهذا المعنى فعلا يعني. والكتاب ده مش جديد يعني، جديد في العالم العربي، لكن في امريكا والديمقراطيات كل بعد 4 سنين انتخابات بتتعمل كتب تحلل الحملات الانتخابيه كلها. طب انا هسيب العنوان الاولاني وامسك في النص الثاني من العنوان اللي هو الرئيس، لا انا هسيب الثاني وامسك الاولاني، الرئيس الذي نريد. في وجهه نظرك من هو الرئيس الذي، مش عايز طبعا شخص، او انت حر لو عايزه تقولي السيسي او صباحي زي ما انت عاوزه، لكن انا قصدي لا براحتك، طالما لسه ما دخلناش في الصمت الانتخابي انا ماشي مع القانون، طالما ما بنمشيش في الصمت الانتخابي كل ضيف من حقه انه يقول انا ارشح او ايد فلان، لكن انا عايز اتكلم في فكره الرئيس الذي نريد، لان دي برضو عامله لبس. كتير من المصريين وخصوصا بعض المحللين يقول لك انه الشعب المصري او معظم الشعوب العربيه زي ما حضرتك قلتي من شويه كده ما ينفعهمش غير، انا اسف انا هنا بقى اللي يديهم بالكذا. لا ما بقولش كده، بقول لك لازم يديهم بالكذا، او الناس دي ما بتمشيش غير بالحديد والنار. بس دلوقتي لا خلاص، اذا كان المدرس سقطت هيبته والرئيس سقطت هيبته، وبعد التريقه اللي تريقناها على مرسي خدي بالك، وبعد التطاول على مبارك، ان الناس بسبب ان شايفه ان الهيبات كلها بتقع، فقال لك احنا عايزين حد بهيبه بجد ان شاء الله يفرض هيبته بالحديد والنار وبالقوه يبقى مستبد وكذا. لا هو المره دي هيفرض هيبته بس بمنطق مختلف، بالمحبه. احنا شعب عاطفي وفكره الديمقراطيه دي مستورده من امريكا، يعني احنا مش شعوب ديمقراطيه كما او لسه ما بنيناش الديمقراطيه الخاصه بينا، احنا كده بنطبق الديمقراطيه الغربيه. صح. الديمقراطيه الغربيه زي ورقه الكلينكس كده، هتجيب الرئيس تستخدمه 4 سنين وترميه، ما بترتبطش بيه عاطفيا حتى. 100%. لكن مصر شعب مهما كان عاطفي، وعشان كده انا بقول لك لما ابتديت الفرضيه دي ان احنا خلاص مش عايزين النموذج ده، الحقيقه في 30/6 بظهور وبزوغ نجم السيسي حسيت ان انا فرضيتي مش صح. الشعب لا جري ورا الشخص اللي هو حس بيه قدر من البطوله، قدم له موقف يعني وحبه وتماهى فيه. كلمه المنقذ البطل، وبداوا كمان يصبغوا عليه. هو طبعا موقفه بطولي وكل حاجه، انا مش بقلل من دوره تمام. او الموقف لا بس هم طبعا تعاملوا بشيء من الافوره يعني جامد قوي. هقول لك حاجه، اللي بيتعاملوا بافوره بشكل ممجوج الصفوه والاعلاميين والناس دول تمام، لكن الشعب حبه فعلا يعني. ما لا ما عنديش شك في ده، ما عنديش شك في ده طبعا. وبرضه عشان ما نظلمش الناس اللي بيتكلموا دايما، مش كلهم بينافقوا، في بعضهم بيحبوه بس انت عارفه فكره الدبه اللي قتلت صاحبها بسبب الحب. انا طبعا الدوز العالي هي مشكلتنا على فكره في الاعلام عموما، الدوز العالي. يعني انا طول الوقت بقول ان المشكله مش في السيسي، مشكله في المحيطين، مشكله في السيساويه، انا مسميهم بالسيساويه اللي هو يا جماعه مش كده، ده لدرجه حبوا الراجل بس مش كده. ايوه، انا لدرجه ان انا احيانا الاقي على الفيسبوك ناس بتشتم في حمدين صباحي، اقول لهم يا جماعه ليه؟ ده احنا خلصنا من الاختيار المر لشفيق ومرسي، والمره دي الحمد لله ان احنا قصدنا اختيارين الاثنين مقبولين ولهم اختار الاحسن ما بينهم، ومش بالضروره ان انا عشان انا متحمسه لحمدين اشتم السيسي، ولا متحمسه لده اشتم ده. يعني طريقتنا في التحزب دي، الى جانب انه مشكله الاعلام المصري. يمكن حضرتك برضو في التلفزيون المصري كنت حاضر ولا كنت لسه صغير ايام حادثه اديس ابابا؟ نعم.